شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، في البداية أتقدم بتهنئة لسعادة وزيرة الصحة على جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي. احنا فخورين فيها وهي فخر لنا. وأقول حق سعادة وزير العمل أيضا الحمد لله على السلامة، وخطاك الشر سعادة الوزير، ومتأكدة اللي مسوي لك العملية بحريني. عموما نتمنى له السلامة سعادة الوزير. عودة إلى الموضوع سعادة الرئيس، هناك 1000 عاطل في القطاع الصحي، هذا مو مجرد رقم عابر، هذه كرامة وطنية تهان أمام عيوننا، وحقوق تسلب من شبابنا وشاباتنا بلا وجه حق. يعني بعد كل هالعمر من الدراسة وتعرفون دراسة الأطباء تأخذ سنين طويلة، فينضمون أخيرا إلى قائمة الشرف في قائمة البطالة. مئات من الأطباء مع وقف التنفيذ في مكاتبنا. شلون نقبل أن احنا نكون شاهدين على هذا الإقصاء وهذا التهميش؟ البحرين معاليك تستحق أن تبنى بيد أبنائها، وقطاعنا الطبي يحتاج إلى الكفاءات البحرينية اللي تفهم وتعرف خصوصية مجتمعنا وثقافتنا. حتى يعني للأسف تحفظ الحكومة في هذا القانون مو في محله، هي اليوم تتذرع بالتخصصات النادرة. إنزين ليش ما يتم إيقاف هذه التخصصات اللي ما قاعدة تمشي في السوق؟ إحنا اليوم أمام قضية أخرى، قضية مسؤولية الحكومة في توجيه أبنائنا نحو مستقبل عملي وآمن، بدلاً من أن نحن ندفع فيهم في تخصصات تقودهم مباشرة إلى طوابير البطالة والتكدس. وقفوا تدفق الخريجين إلى التخصصات الغير مطلوبة في سوق العمل، ووجهوهم نحو التخصصات هذه النادرة اللي تتشدق دائما الحكومة فيها، لأن جزء كبير من هذه الأزمة، أزمة البطالة، يعود لانعدام التخطيط الاستراتيجي للتخصصات الجامعية. يعني خلونا نتكلم صراحة معاليك ونشوف الموضوع من زاوية ثانية. يبدو أن البحرين صارت عندها أعلى نسبة عاطلين بتخصصات غير مطلوبة. يبدو أننا دخلنا في زمن التخصصات اللي لو فتشنا عنها في سوق العمل ما راح نلاقي لها وظيفة. صار عندنا خبراء في تخصصات غير نادرة. للأسف احنا عندنا مئات من خريجين طب الأسنان، عندنا علاج طبيعي، عندنا علاج بشري، والحكومة تتذرع بالتخصصات التي تريدها. هي تريد طب تحت سطح البحر والضغط العالي، الحكومة تريد علم السموم، الحكومة تريد التوغل في أمراض الجراحات الطفيفة واستخدام الروبوت. هل تريد الحكومة اليوم أن يحل الروبوت مكان البحريني العاطل حتى؟ يعني أخيراً الحكومة مو لاقية يعني غير بعد تخصص ثاني اسمه المشاكل الزوجية والصحة النفسية للعائلة، وأسمته بأنه تخصص نادر. الواقع اليوم شبابنا يتخرجون في مجالات يبدو أن سوق العمل هنا لا يحتاجها. اقتراح اليوم بسيط، خلونا نسوي خارطة طريق للتخصصات المطلوبة، بدل ما نصير أو نوصل إلى مرحلة نخرج فيها تخصصات قاعدة ترفضها الحكومة. عندي سؤال معاليك، شنو التخصص النادر اللي تحتاجه البحرين؟ يعني شنو اللي ما عندنا مو موجود عندنا في البحرين؟ يعني هي مسألة غريبة تستحق وقفة جادة. يعني هل اليوم طب سطح البحر والضغط العالي هو عذر لعدم توظيف أكثر من 500 طبيب؟ استخدام الروبوت هل هو عذر لتهميش وإقصاء العاطلين عندنا البحرينيين؟ ولعدم أيضا تطبيق هذا القانون، فنأمل أن تنحل مشكلة التخصصات النادرة، وأن تبتعث الحكومة الطلبة أو أبنائنا البحرينيين الجامعيين إلى دول لتحصل على هذه التخصصات النادرة. شكرا.